هل فكرت قبل كده ليه أكتر الشخصيات اللي انجذبت ليها في حياتك هي شخصيات مش مهتمة؟ هل فكرت في ليه بنبعد عن اللي بيحبنا وبنروح نجري ورا اللي بيتجاهلنا؟ الموضوع مش صدفة ولا ضعف منك، الموضوع ليه جذور نفسية عميقة. الشخص الغير مهتم بيجذبنا كأننا مربوطين بيه، ومهما حاولتوا إنكم فعلا تخرجوه من حياتكم مش بتقدروا، وبترجعوا تسألوا عنه رغم إنكم عارفين إنه أصلا مش مهتم. موجودين وبتسألوا عنه أو لأ، هو كده كده ماشي في طريقه اللي أنت في أغلب الأوقات ما تعرفش عنه حاجة، لأنه في أغلب الأوقات مش بيتكلم عن نفسه كتير، سايب مساحة من الغموض تخليكوا عايزين تعرفوا عنه أكتر. في الفيديو ده أنا هقولك ليه بننجذب للشخصيات الغير مهتمة، وكمان هقولك إزاي أنت تقدر تكون الشخص الغير مهتم. عايزك تعرف ان كل حاجة بتبدأ منذ النشأة. من واحنا صغيرين اتعودنا نربط الحب بالجهد، لو عايز اهتمام لازم تكون طفل شاطر، ولو زعلت او ضعفت الناس ممكن تبعد عنك. كبرنا وعقلنا الباطن بقى بيترجم ده ان الحب الحقيقي هو اللي بنسعى وراه، مش اللي بيجيلنا بسهولة. عشان كده لما حد بيبعد احنا بنجري وراه، مش لاننا بنحبه، لكن لان عقلنا مبرمج يقول لنا ان ده الطبيعي، وان الاهتمام اللي بيجي من غير تعب هو اهتمام مش حقيقي، رغم ان زي ما انت خمنت ده خطأ تماما. النشأة مهمة جدا، وللأسف في أشياء كتيرة ممكن تكون اتربيت عليها بتخلي ناس تانية تاخد عليك سلطة. الشخص الغير مهتم هو شخص جرب اللعبة دي كتير ومتمكن منها، وأنا متأكد إنك حاولت تجربها بس ما نفعتش معاك، ولقيت إن الطرف الآخر هو كمان انسحب لما أنت ما بقتش مهتم، رغم إنها لما بتتعمل فيك بتنجح عادي. ولكن للأسف خليني أقولك إن المشكلة فيك. الشخص الغير مهتم بيظهر كأنه الأقوى، هو اللي ماسك زمام الأمور، مش بيسأل، مش بيجري، مش بيتأثر، وده شيء كافي جدا إنه يظهر جذاب. الشخص الغير محتاج اللي بيظهر مكتفي ذاتيا ومش بيلهف ورا أي شيء، ده بيخلينا نحس إننا لازم نكسبه، لازم نثبت نفسنا، وهنا بتبدأ اللعبة النفسية. كل مرة يحس إنك قربت يبعد هو، وكل ما يبعد انت تتعلق اكتر، وده اسمه في علم النفس الارتباط القلق، حالة بتخليك تدمن شخص مش بيقدم لك اي امان عاطفي. وعلى فكرة عقلك بيحب الالعاب دي جدا، بل لو الطرف الاخر وقف اللعبة دي انت ممكن تمل، وده لانك اتعودت على الطريقة دي. في علم النفس في حاجة اسمها التحفيز المتقطع، وخليك متذكرها شوية. ببساطة دي أقوى طريقة تخليك مدمن على أي شيء أو شخص. لما حد يديك اهتمام فجأة وبعدين يسحبه منك، العقل بيترجم ده إن في أمل وإنك لازم تحاول تاني، وده بيخليك تفضل في العلاقة حتى لو العلاقة دي مؤذية، لأنك عايش على أمل اللحظة اللي يهتم فيها تاني. يعني الشخص يظهر لك فجأة، يهتم بيك جدا، يسأل عنك، يضحك لك، يحسسك إنك أغلى حاجة في الدنيا، وبعدين فجأة يختفي ولا كأنه كان موجود. وده بيكون نوع من اخطر انواع التعلق، لانك بتعيش على امل اللحظه اللي هيرجع فيها يهتم، وكل لحظه تجاهل بتخلي اللحظه اللي يهتم فيها تاني ليها طعم اقوى واحساس اعلى وتعلق اعمق. بيتحول الشخص ده مع الوقت الادمان اللي بيستخدم التحفيز المتقطع بذكاء، يقدر يتحكم في مشاعر الناس، يخليهم يطاردوه، يتمنوا لحظه قربه، ويحسوا ان هو الجايزه اللي لازم يكسبوها. التحفيز المتقطع مش بس بيخليك تتعلق، ده بيكسر دفاعاتك، بيخلي جزء منك دايما متوتر، مستني ومرعوب من الاختفاء. ولكن السؤال الأهم دلوقتي، هل انت تقدر تكون الشخص ده، الشخص اللي الناس بتنجذب ليه بدون ما يطلب اهتمام؟ الإجابة أيوة تقدر. ببساطة لازم تقتل الجوع للإعجاب، الجوع للقبول، الجوع لاهتمام الناس بيك، الجوع لكل شيء واحتياج. أول خطوة إنك تبطل تسعى ورا الناس عشان يحبوك. لما تبطل تدور على الحب هو اللي هيدور عليك. لازم تتعلم إنك تكون مش متاح دايما، ما تبقاش موجود بكبسة زرار أو رسالة أو مكالمة، ما تردش فورا، ما تشاركش كل حاجة. أنا عارف إنك بتخاف تبعد أو تغيب أو ترد متأخر حتى لو أنت فعلا مشغول، عشان الطرف الآخر ما يزعلش أو يختفي هو كمان. ولكن صدقني هو ده الحل إنك ما تبقاش متاح في كل الأوقات. وببساطة لو الطرف الآخر زعل من ده واختفى، فهو ما اختفاش عشان انت مش متاح، هو اختفى لانه مش بيحبك بجد، هو كان بس بيتلاعب بيك. ولما حس انك ابتديت تمسك بزمام الامور وتكون اقوى، عارف انه مش هيقدر يكمل لعبته، عشان كده هو اختفى. خليك عارف ان الغموض بيولد الفضول، والفضول بيولد الانجذاب. كل ما الناس تعرف عنك اقل، كل ما حبوا يعرفوا عنك اكتر. والمفتاح الحقيقي في اللعبة دي هي الاستغناء عن اي شخص مش شايف قيمتك، الاستغناء عن اللحظة اللي تبان فيها ضعيف او محتاج. خلي دايما عندك بدائل، خلي عندك حياة حقيقية مش بتدور حوالين اي شخص. وكمان لازم يكون فيك شيء صعب التفسير، حضورك، طريقتك في الكلام، ثقتك في نفسك،
من غير ما تتكلم عنها. الشخص الغير مهتم بيجذب الناس لانه مش بيحاول اصلا، لانه مش محتاج، وده بيخلي الناس تموت نفسها عشان توصل له. اختفي اوقات، ارجع بشكل اقوى، ولكن خليك حذر في الاختفاء، لان الاختفاء زيادة عن اللزوم ممكن يكون ضرر اكبر. واكتبولي في الكومنتات لو عايزين فيديو عن ازاي تقدر تختفي بذكاء. والاهم من كل ده، خليك دايما في حالة تطور، وقتها هتلاقي انك مش بس الشخص اللي الناس بتنجذب ليه، بل انت بقيت العقدة اللي مش قادرين يفكوها. لو وصلت للنهاية فده معناه انك شخص بيدور على الحقيقة، ولو مهتم تفهم اكتر عن علم النفس الاسود والتلاعب والتحكم بالعلاقات، اشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.